ده. جبت ماكينة ازالة الوبر دي لان عندي حاجات كتير قوي وبرت، وفعليا انا بعاني في الموضوع ده بجد. مش بتفرق سواء بقى جايبه الهدوم غاليه رخيصه لوكال براند مش لوكال براند، هي كده كده بتوبر. فبالتالي في هدوم كتير قوي مش عارفه البسها، فجبت دي يا رب تنجح وتكون حلوه. الفكره بقى ان انا سمعت كميه ريفيوز عن ماكينات ازاله الوبر عموما، معظم الناس بتقول ان هي بتشتغل المره التانية وبعد كده بتبوظ، وناس تانية بتقول لا انها تحفه وحلوه. فان شاء الله ان دي تطلع حلوه وخطيره بقى تعدي. انا دورت كتير ولقيت شكل كده معين هو اللي منتشر، ده انا ما جبتوش. جبت دي حسيت ان هي يعني شكلها احلى وكانت غالية يعني نوعا ما عن الماكينات التانية، فان شاء الله تطلع يعني حلوة. هي بتيجي كده ومعاها الورق ده اللي هو الورق بتاع الشرح ده، كده الشكل بتاعها. المفروض ان دي بعد ما بنستخدمها الوبر بيتجمع هنا، بنروح فاتحينها وشايلين الوبر من جوه، وبتيجي دي معاها للتنظيف. وده كده الشاحن بتاعها اتحط هنا كده. انا ركبته يعني بيتركب وبيتفصل، وبيجي معاها كمان شفرة زيادة. يلا بينا نجربها. انا هعمل لها اختبارين مش اختبار واحد. اول اختبار البنطلون ده موبر بس وبر عادي، وبصراحة طلعت حلوة وعدت اول اختبار. نبدأ الاختبار التاني. البنطلون ده تقريبا كله موبر والوبر بتاعه كتير وتقيل، مش وبر عادي او خفيف. هي ابتدت ان هي تأثر من طول الوبر وبعدين شالته خالص، فهي حلوة بس بتضطري ان انتي تعيدي على المكان كذا مرة سواء البنطلون الاولاني او التاني، بس في الاخر بتشيل الوبر. فهي عجبتني جدا واديها 10 out of 10.